طيب السلام عليكم، معكم شاد العبادي المتجمد لأنه جو كثير مثلج، يعني كثير جد مثلج الجو. المهم عملت شغلة الصبح إني حبيت أشوف شو كنت أكتب وأنا صغير، فدخلت على إعدادات حسابي على يوتيوب وشفت التعليقات اللي كنت أكتبها وأنا صغير، وصدقا يعني في شغلات كثير بتضحك. يعني كنت أكتبها زي مثلا نترجى الناس أن يشتركوا في قناتي أيام ما كنت أنزل فيديوهات بتضحك وأنا صغير، وتعليقات كثير يعني بتفطس من الضحك. ولكن كمان زعلت يعني على الأشياء اللي قرأتها وأنا صغير، وفي شغلات يعني بسطتني. يعني مثلا قناة نضال ليد مثلا، لقيت حالي كنت حتى لما كنت نوعا ما متشدد وأنا صغير، كنت أحب فيديوهاتها، فهالإشي يعني أنا حبيته مثلا. لقيت حالي كمان تعليقاتي لي وأنا بمدح المشايخ وما إلى ذلك يعني. ولقيت كمان فيديوهات لإلي، يعني حتى هيثم طلعت كي ننشر فيديوهاته كثير وانا صغير، وكنت اظل يعني احكي له كلام ايجابي مثلا بالتعليقات. وطبعا حتى لاحظت انه حتى مراحل تطور الفكره عندي لقيتها كمان بالتعليقات. يعني لقيت مثلا حالي كيف بلشت تنتقد، كيف بلشت تحكي، كيف بلشت تعمل يعني شغلات لطيفه. لقيت حالي كمان كيف بكتب أم، يعني اشياء كثيره مثلا يعني، وكيف بلشت انتقد وكذا. بس بنفس الوقت كمان لقيت حالي، وهي الشغلة هي اللي خلتني أحب أعمل الفيديو، فتحت على التعليقات لقيت تعليقات إلي كاتبها على مسألة ناهض حتى أول شيء يعني خلاني صدقا هيك أصفن وزع على حالي كثير وأنا صغير، إنه أنا في واحد من التعليقات كاتبه وشمتان باللي حصل ضد ناهض حتى. طبعا ناهض حتى كان سياسي أردني، صارت عليه قصة وحملة ممنهجة لأنه عاد كان ضد الفكرة الإسلامجية بشكل عام وينتقدهم، فعملوا عليه حملة بالآخر تم اغتياله بحجة إنه ملحد، وإنه مش مسلم، وإنه مسيحي ينتقد الإسلام، وكله طبعا كان فاضي يعني. طبعا هذا أنا لا أختلف معاه جدا سياسيا، لا أتفق معاه نهائيا بالتوجه اللي كان عنده السياسي، ولكن الزلمة بظل يعني مفكر مات عشان الفكرة تعيته. المهم يعني وبطلع على التعليقات يعني لقيت حالي كثير شمتان فيه وبقول الله لجهنم وبئس المصير. يعني هذا واحد من التعليقات اللي ظلت موجودة بعد هذه السنين، اللي بتفاجئك يعني قديش الواحد كان ضايع وهو صغير، وليش البعض ما بيصدقوا يعني انه الواحد كان جد يعني منهم بوقت من الاوقات، بعدين صحي على حاله لما كبر ولله الحمد يعني. برضه لقيت كمان انه انا معترض بسب كمان على الحكومه بواحد من التعليقات، قال بحجه قال انهم ضد الدين عشان غيروا المناهج يعني. ولا طفل الواحد هيك. اغلب على فكره الاطفال عندنا في السوشيال ميديا زي وضعي وانا صغير، بيغلطوا بيسبوا بيمدحوا شيوخهم وبنبسطوا على الاجرام وكذا لانهم مش فاهمين زي انا مثلا وانا صغير. فللأسف يعني الواحد لما شاف هالكلام يعني رجعت له ذكرياته كمان. بالنسبة لموضوع بالذات ناهض، أنا متذكر أنا لقيت الفيديو وأنا صغير، نشرته على واحدة من القنوات اللي إلي قبل ما تنحذف يعني. فما بعرف يعني حبيت أشارككم هذا الموضوع بس هيك على السريع يعني، لأني حسيته حلو إن الواحد يشاركه يعني. وعن جد يعني الله يرحم ناهض ويرحم جميع الأموات اللي ماتوا عشان موضوع حرية التعبير حتى لو إحنا ما بنتفق معهم، ويرحم جميع أي إنسان طيب بالدنيا، ويلعن كل إنسان بحاض على العنف والأذية بشكل عام. والحمد لله يعني إنه ربنا هدانا للفكر خلينا نحكي بين قوسين الإنساني، نعرف المصطلح عليه كلام، بس الإنساني خلينا نحكي بالمعنى العام. والحمد لله على كل حال، وبس سلام. طبعا كمان كنت تحكي كمان عن المسيحيين مثلا وقل الأدبي وعن الناس الثانية، زي التعليقات اللي بنشوفها اليوم من الأطفال تاعونهم يعني. ما علينا، كان لازم أعلق عليهم بس أنا ذكرت بعد ما طلعت من البيت، فهتركهم بس التعليقات. وهذا جزء صغير يعني من الهبل اللي كنت أسويه. الله يهدي الجميع.